10 مليون مقابل المشروع. شكرا ليكم، مستني أسئلتكم. المكسب بتاعك هيجي منين؟ الحمد لله ما بعملش أي مكسب. طب انت دلوقتي فاتح ايه؟ فاتح جيم المبطبطين. ابتديت امتى؟ الحمد لله ما بدأتش. انت جربته ونجح؟ لا أنا جاي أجرب فيكم. بس ما عندكش حاجة اتنفذت. ده حقيقي فعلا مفيش حاجة اتنفذت. أنا جاي أطلع مصلحة، وزي ما بيقولوا الرزق يحب الخفية. انا عجباني الفكرة جدا. ربنا يكرمك، والله كلام حضرتك ده على راسي من فوق. خلص لو انت بقى عندك براءة اختراع مش موجودة في حتة تانية في العالم. ده حقيقي فعلا أنا جاي أبيع لكم المشروع وأتبرأ منه، وبكده أبقى عملت براءة الاختراع. مش فاهم انت ازاي مختلف عن اي حد تاني؟ أكيد أنا مختلف، أنا عاوز أطلع بطة مفخدة. انت بتبيع الحاجات دي للمزرعة؟ لا أنا ما بعتش أي حاجة، أنا بس جربت على البطتين سوسو وسهى. بقالهم قد ايه؟ بقالهم يجي شهرين كده، والحمد لله ما بقاش فيهم أي دهون ولا لحم. انتوا حطيتوا ايديكوا على سوق مهم جدا. أكيد، وإن شاء الله هنجيب السوق ده الأرض بإذن الله. شايف ان محتاج تركيز شويه في حاجه معينه على الاقل تبدا بيها وتنجح فيها، بعد كده تجر الباقي وراك. أنا فعلا أتفق مع حضرتك، أنا من رأيي إن حضراتكم تاخدوا المشروع وتركزوا انتوا فيه. انت السنة الجاية بتحلم بايه؟ بحلم أعمل مشروع تاني وأجي أبيعه واسترزق واخد يجي 5-10 مليون كده زي النهاردة. برافو عليك. اللي انت طالبهم دول هتعمل بيهم ايه؟ طالبهم عشان أخدهم وأخلع وأروق على حالي بيهم.